النظام الإيراني رسمياً عايش في واقع بديل. رغم أنهم فقدوا قادتهم الكبار وجيشهم اتدمر تماماً، طهران لسه أصدرت قائمة بمطالب وهمية عشان ينهوا الحرب دي، وبتأمر الولايات المتحدة تدفع لهم مليارات كتعويضات وتسيب الشرق الأوسط بالكامل. ومش مفاجأة لحد، واشنطن رفضت العرض ده بالفعل. أمريكا ردت بضربة قوية وقدمت إنذار من 6 نقاط بتطالب فيه بتدمير كامل لبرنامج إيران النووي. دي التفاصيل، دي مطالب إيران: ضمان عدم تكرار الحرب أبداً، إغلاق كل قواعد أمريكا في الشرق الأوسط. أمريكا وإسرائيل لازم يدفعوا تعويض كامل لإيران وكل الحروب التانية في المنطقة، حتى للجماعات الموالية لإيران. فرض نظام قانوني جديد على مضيق هرمز، تسليم عناصر الإعلام المعادي لإيران. أنا مش متأكد هم يقصدوا إيه بتسليم عناصر للإعلام المعادي، ولا إذا كان ده يشمل بيزنس بيسكس، بس لحسن حظي واضح أن الولايات المتحدة رفضت المطالب دي بالفعل. قبل ما ندخل في الاقتراح المضاد من أمريكا، تعالوا نغوص أكتر في المطالب اللي إيران بتطلبها. نقطة مضيق هرمز دي مهمة شوية. إيران دلوقتي عايزة تحول المياه الدولية لممر مائي تابع ليها، وتاخد رسوم من السفن اللي تعدي منه، وفعلا احنا شايفين ده بيحصل دلوقتي. إيران بتاخد 2 مليون دولار في الرحلة للسفن اللي من دول زي الهند والصين علشان تعدي مضيق هرمز. ده في الأساس إيران بتحاول تبقى دولة مافيا. زي ما قلت، أمريكا بالفعل رفضت المطالب دي، ودي الحاجات اللي الولايات المتحدة بتطلبها في المقابل. حسب تقرير من أكسيوس، مفيش تواصل مباشر بين الولايات المتحدة وإيران، لكن في رسائل بتتبادل عن طريق وسطاء زي مصر وقطر وبريطانيا. دلوقتي المهم نفتكر هنا إن عمان مش موجودة في القائمة دي، مع إن العمانيين كانوا وسطاء في المفاوضات اللي كانت شغالة قبل الحرب دي، وده في الحقيقة تطور مهم هنتكلم عنه كمان شوية. في 6 مطالب من أمريكا. أولها إنه إيران توقف برنامج الصواريخ 5 سنين، والتاني تخصيب نووي 0. ثالث حاجة تفكيك مواقع نطنز وأصفهان وفوردو النووية. رابع حاجة مراقبة خارجية صارمة لأجهزة الطرد المركزي الإيرانية، وده مهم وهنرجع له بعدين. خامس حاجة معاهدة للحد من التسلح مع دول المنطقة، اللي بتحط حد أقصى للصواريخ ما يزيدش عن 1000. وسادس حاجة ممنوع تمويل وكلاء زي حزب الله، الحوثيين وحماس. دلوقتي بالنسبة للتعويضات، أمريكا قالت لا خلاص، لكن أمريكا مستعدة ترجع الفلوس الإيرانية المجمدة، والإدارة بتقول إن إيران تقدر تسميها زي ما هي عايزة، يقدروا يعتبروا ده تعويضات. ودلوقتي زي ما ممكن تكونوا لاحظتوا، كتير من المطالب دي هي نفسها تقريبا اللي كانت قبل ما الحرب تبدأ، يعني وقت المفاوضات. بس هنا الموضوع بيبقى غريب شوية. عمان كانت فعلا وسيط في آخر جولات المحادثات النووية، وبعد ما المحادثات فشلت، وزير خارجية عمان طلع وقال تصريح قدام الناس صدم كتير من الناس. قال إنه إيران وافقت على كتير من المطالب اللي كانت في قائمة مطالب أمريكا، فمش فاهم ليه أمريكا فعلا بدأت الحرب دي. اسمع بنفسك. إيه اللي إيران وافقت عليه معاكم وما كانتش عملته قبل كده؟ الاتفاق إن إيران عمرها ما هتكون عندها مواد نووية تقدر تصنع بيها قنبلة. ده مش موجود في الاتفاق القديم اللي اتفاوض عليه وقت الرئيس أوباما، لأن دلوقتي احنا بنتكلم عن عدم تخزين أي مواد نووية نهائي. يعني المواد المخصبة، الحاجات اللي ممكن تستخدم كوقود نووي لقنبلة، انت بتقولي انه إيران مش هتحتفظ بيها على أرضها؟ هيتنازلوا عنها، مش هيقدروا فعلا يجمعوا المواد اللي هتخليهم يقدروا يصنعوا قنبلة. مفيش أي تراكم، يعني هيبقى فيه 0 تراكم و0 تخزين وكمان تحقق كامل. ده كمان إنجاز مهم جدا في رأيي، تحقق كامل وشامل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. المخزونات الحالية اللي لسه موجودة، الحاجات اللي لسه موجودة في العراق، أنا أعتقد أن في اتفاق دلوقتي أن ده هيتم تخفيفه لأقل مستوى ممكن. تمام. لمستوى محايد، لمستوى طبيعي، وده معناه أنه هيتحول لوقود، والوقود ده مش هينفع يرجع لأصله تاني. ده هيكون مهم جدا. ده مهم جدا، وأعتقد إحنا متفقين من وجهة نظري.
في الحقيقة في وقت لاحق في المقابلة دي هو حتى قال إن إيران منفتحة على مناقشة برنامجها للصواريخ البالستية، وده كان واحد من أكبر نقاط الخلاف لو سمعنا المسؤولين الإيرانيين بيتكلموا علنا. لكن ركز كويس في كلامه، هو ما قالش صفر تخصيم، هو قال إنه إيران وافقت على عدم وجود تراكم. بصراحة أنا مش خبير نووي بأي شكل، فمش متأكد بالضبط ده معناه إيه. المفروض إن صفر تراكم معناه صفر تخصيب، بس لو كان يقصد كده فعلا ليه ما قالش الكلام ده صراحة؟ وفي آخر المقطع اللي لسه شفته هو قال إنه بيعتقد إن كان في اتفاق على بعض النقاط، وده برضو محير شوية. هل كان في اتفاق ولا ما كانش في اتفاق؟ هو بيقول إنه يعتقد، وده محير شوية صح؟ لأنه الولايات المتحدة الناس اللي راحوا يتفاوضوا باسم أمريكا ستيف ويتكوف وجاريد كيرشنر قالوا علنا إن إيران ما كانتش موافقة على أي حاجة أمريكا كانت بتطلبها. وكان عندنا وزير خارجية إيران اللي أعلن إن بلده مش هتتخلى عن التخصيب ولا الصواريخ البالستية. فده شوية محير إن الوسيط طلع من المفاوضات وهو حاسس بثقة أكتر بكتير من الطرفين اللي كانوا بيتفاوضوا فعليا. طيب خلينا ندخل في الموضوع أكتر، لأن دلوقتي عندنا معلومات أكتر عن دوافعه ورا الكلام ده. قبل ما نبدأ ياريت تدوس لايك وتشترك في القناة، ده بيساعدنا جدا واحنا بنغطي الحرب دي. الموضوع مش بس إنه وزير خارجية عمان كان بيقول كلام مش مفهوم قبل الحرب، لكن كمان بعد ما بدأت الحرب استمر يهاجم وينتقد الولايات المتحدة. وكمان كتب مقال رأي في مجلة الإيكونومست وقال فيه إن أمريكا بتخرب المنطقة بسبب شنها حرب ملهاش لازمة. قال في مقال الرأي إننا كنا على وشك التوصل لاتفاق تاريخي، ودلوقتي عمان مش جزء من المفاوضات اللي جاية. الولايات المتحدة بتفضل يا قطر يا مصر، أو يمكن حتى البريطانيين هم اللي بتوسطوا بدل عمان. يعني أكيد حصل حاجة. دلوقتي إحنا بنعرف بالضبط إيه اللي حصل، وده جاي من برنامج الطاقة النووية للأمم المتحدة. رئيس الوكالة دي هو رافائيل جروسي، أرجنتيني، وشغله إنه يفتش على الدول اللي وقعت على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. الدول دي وافقت إنها ما تبنيش أسلحة نووية، وعشان كده لازم يثبتوا إنهم مش بيستخدموا مواقع نووية سرية لبناء أسلحة نووية. تفتكر إيه اللي حصل؟ هو كان فعلا موجود في القاعة وقت المفاوضات اللي كانت بتحصل بين الولايات المتحدة وإيران، وسلطنة عمان كانت وسيط، وكان موجود علشان يتأكد إن كل التفاصيل الفنية لأي حاجة هيتفقوا عليها مفهومة كويس من كل الناس اللي مشاركة. ومن يومين بس قال حاجة بتتناقض بشكل مباشر مع اللي سلطنة عمان كانت بتسعى له طول الفترة دي. هو قال علنا إنه مفيش اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. اسمع بنفسك. تفتكري تقدري ترجعي جزء من الاتفاق اللي كانوا بيجهزوه قبل القصف واللي إيران كانت هتقلل فيه تخصيب اليورانيوم؟ يعني وزيرة خارجية سلطنة عمان في البرنامج ده قالت إنه إيران وافقت على عدم تخزين أي مواد، وإنهم وافقوا يرسلوا المواد دي للخارج ويخففوها، يقللوا تركيزها. أيوة. هل كان فيه فعلا إمكانية للاتفاق؟ لأنه قبل القصف بساعات قليلة هو قال لنا إنه السلام كان ممكن. طول ما في تفاوض دايما في احتمال للاتفاق، ما نقدرش ننكر ده. بس أنت كنتي مصدقة إن إيران فعلا كانت بتعرض خيار؟ كان في مناقشة من غير اتفاق. ما كانش فيه اتفاق يوم الجمعة اللي بدأ القصف فيها. وزير الخارجية العماني قال إنه محتاج 90 يوم كمان. هل ممكن يحصل اتفاق حقيقي؟ يمكن أقول إني بأشيد بمجهوده، أنا بحترمه جدا، وأعتقد إنه كان بيحاول بجد جدا جدا. وكان عندنا مناقشات طويلة، هو دعاني طبعا مع الطرفين المتحاربين النهاردة، فكنا بنتكلم بصراحة وعمق شديدين، فما ينفعش ننكر النبل، المجهود اللي بيبذله أي حد بيحاول يمنع حرب، وأنا بأحيي ده كدبلوماسي. دلوقتي هو دبلوماسي جدا ومحايد، ما قالش إن وزير خارجية عمان بيكذب، هو قال إنه كل اللي سمعه كان مناقشات، مفيش حد وافق على أي حاجة. أنا عايز أوضح خلفية عن الراجل ده، لأن في ناس ممكن تقول إنه مؤيد لأمريكا وواقف مع رواية الولايات المتحدة. بس رافائيل جروسي بقاله 40 سنة في الدبلوماسية النووية، هو مش أمريكي، هو أرجنتيني. في الحقيقة هو تعرض لانتقادات من أمريكا ومن إيران ومن روسيا ومن الصين، من الكل. أي حد يجي في بالك مش راضين عنه، عشان غالبا محايد مش مع طرف. وفوق كل ده
رغم أن الدول انتقدته في 2023 لما اتجدد له بإجماع الأصوات. يعني دول زي روسيا والصين دول تقدر تقول بسهولة إنهم مش من محبي الولايات المتحدة، دعموا الراجل لأنه كان بيعمل شغل كويس. كلهم شايفينه شخصية محايدة بتحاول تمنع انتشار النووي. عشان كده بعد ما سمعت رئيس الطاقة في الأمم المتحدة بيقول إن مفيش اتفاق، بالنسبة لي كلام عمان ملوش معنى. من الواضح إنه إيران ما كانتش ناوية تتخلى عن طموحاتها في القنبلة النووية، وكمان إيران ما كانتش ناوية تتخلى عن التخصيب. فبالنسبة لي على الأقل مش منطقي إنه عمان كانت بتدافع عنه، مع إنه إيران فعلا قصفت عمان من بداية الحرب. بس الموضوع لسه مش منطقي بالنسبة لي. لو أنت فاهم سياسة الشرق الأوسط أكتر مني اشرح لنا في التعليقات. بس عمان دلوقتي خرجت من المفاوضات بسبب الأفعال اللي هم نفسهم عملوها. افهمها زي ما تحب. دلوقتي ده الجزء اللي هيكون أكتر إثارة. رافائيل جروسي كمان قال حاجة لازم الكل يفهمها، وهي إن مفيش حرب فعلا تقدر تدمر البرنامج النووي الإيراني. لازم يكون في اتفاق نووي لو عايزين نتأكد إن إيران مش هتحصل على أسلحة نووية. الحرب كسبتنا وقت، لأن إيران دلوقتي مش قادرة تسرع في الحصول على سلاح نووي، وده معناه إنهم لازم يعيدوا حساباتهم عشان يشوفوا إذا كان فعلا يستاهل يجروا ورا السلاح النووي ولا لا. بس الحرب في الحقيقة مش بتحل المشكلة، هي بس بتدي أمريكا والعالم وقت الزيادة. اسمع. وبرجع تاني واتكلم عن الاتفاق النووي. الاتفاق النووي كان مبني أو معتمد على نوع بدائي جدا من أجهزة الطرد المركزي. دلوقتي إيران عندها أكتر جهاز متطور وسريع وفعال موجود، وهم عارفين إزاي يصنعوه. وفوق كده ممكن يكون في أماكن تانية مش أماكن نووية، يعني ممكن يكون ورشة أو عشرات الورش اللي موجودة والإمكانية دي موجودة. عشان كده أنا بقول إننا لسه محتاجين نلاقي إطار متفق عليه اللي هيدينا الوضوح اللازم وإحساس بفكرة واضحة عن هم فين وعايزين يروحوا فين. لأن الحرب دي مش هتدمر طموحات إيران النووية. أنا أقدر أقول أي حرب إلا لو كانت حرب نووية وبتسعى للدمار بشكل لا يمكن تصوره، وده طبعا إحنا بنأمل إنه عمره ما يحصل. خليني أشرح نقطة الطرد المركزي اللي لسه قالها بأبسط طريقة، وقبل كده أحب أنبه إني مش عالم نووي. لو غلطت في حاجة وإنت عندك معرفة أكتر سيب تعليق تحت. أجهزة الطرد المركزي دي آلات بتخصب اليورانيوم، ولما تخصب اليورانيوم لحد نسبة معينة 90% تقدر تستخدمه في صناعة قنبلة نووية. النقطة المهمة اللي لازم نفتكرها هنا إن إيران دلوقتي عندها أجهزة طرد مركزي متطورة أكتر بكتير من اللي كانت عندها في 2015 وقت ما كان في اتفاق نووي بين الولايات المتحدة وإيران. والأهم مش بس عندهم أجهزة طرد مركزي متطورة، لكن كمان بقوا يعرفوا يصنعوها، والمعرفة دي ما ينفعش تتدمر بالقنابل زي ما سمعتوا في المقطع. الموضوع مش خاص بشخصين بس، ده منتشر في المجتمع العلمي عندهم، فلازم دايما ناخد النقطة دي في اعتبارنا. وطبعا ده مش معناه اننا عدينا نقطة اللا عودة زي ما بعض الناس بتحاول تصور على السوشيال ميديا، لأن حتى مع المعرفة دي بناء آلاف أجهزة الطرد المركزي وتخصيب اليورانيوم من مستوى الطبيعي لحد 90% بياخد وقت، ممكن سنة وممكن أكتر كمان. يعني إيران لسه ممكن تحاول تحصل على سلاح نووي في المستقبل، بس دلوقتي هياخد منهم وقت أطول بكتير من اللي كان ممكن ياخده قبل الحرب دي. دلوقتي دي الورقة الرابحة اللي فعلا عند إيران. عندهم حوالي 400 كيلو جرام، يعني تقريبا 900 رطل من اليورانيوم المخصب لحد 60%. معظم الكمية دي في أصفهان ومدفونة تحت الأرض. حتى لو مش مع الإيرانيين دلوقتي لسه ليها أهمية كبيرة جدا، وده لأن تحويل اليورانيوم من 60% ل 90% تخصيب بيحتاج خطوة صغيرة جدا مقارنة لو كانوا هيبدأوا من الصفر. الموضوع بياخد وقت أقل وبيحتاج معدات أقل، وده معناه كمان وقت أقل لأن إيران مش هتضطر تبني معدات كتير. بما أن عندهم يورانيوم 60% مش محتاجين يبنوا معدات كتير زي زمان. يا رب تكونوا فاهمين قصدي. ده معناه إن أي اتفاق هيتوقع مع إيران في المستقبل لازم يتعامل مع المخزون ده،
لأن من غير كده الاتفاق أساساً ملوش قيمة. دلوقتي زي ما اتكلمنا في بداية الفيديو، الدبلوماسية بدأت بشكل ما لأن الطرفين ابتدوا يعلنوا عن مطالبهم. بس تاني زي ما شفتوا من المطالب، الطرفين لسه بعيدين جدا جدا عن إنهم يتفقوا على أي نوع من الاتفاق، لأنه محدش فيهم اتنازل عن أي حاجة في المفاوضات مقارنة ببداية الحرب دي.